تاريخ كبير بفير وغالي علينا قصك يا الزعيم من زيد ولدنا الرديوة شهروا بيها تعيش لبداياتكم أراني أقف حائرا أمام لوحاتكم أراني أقف مصدوما لروعاتكم البومبونيرا هنا بالمشحب مع الرياضي الأمير مولى عبد الله. السلام عليكم وتحية طيبة لجميع العساكر. الجيش الملكي كيقلب الطاولة على المغرب التطواني وكينهي مرحلة الذهاب في المركز الثاني. للأسف النادي التطواني كان سبق للتسجيل عن طريق حمزة الدرعي بالدقيقة 49. التعادل جاء في الدقيقة 60 عن طريق ضربة جزاء نفذ بنجاح اللاعب تومي سونغ اوريبوني. بيلانتي كانت واضحة وضوح الشمس في نهار جميل وما فهمتش علاش الفار خدا وقت كثير باش ياخذوا قرار نهائي. ما فيهاش تسلل ولمسة اليد كانت واضحة. ما علينا، من بعد 3 دقائق فقط جاء نفس اللاعب وسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية مزقت شباك الجرباوي. بهذه النتيجة رفع الجيش الملكي الرصيد ديالو 27 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد تطوان في المرتبة قبل الأخيرة. العام اللي فات لعبوا معنا مباراة حياة أو موت وثانية بالتعادل 2-2 بمجزرة تحكيمية للعالم شافها. الغريب في الامر هو اللاعبين ديال تطوان انذاك ملي سالا الماتش طاروا بالفرحه ومشاو للفيستير وربطوا اتصالات مع اللاعبين ديال الرجاء باللي المهمه انجزت بنجاح وتمت فرمله مسار الزعيم نحو البطوله انذاك. ديك الساعه عضو من مكتب الرجاء عطاهم 30 مليون وما اكثر التحفيزات اللي كانوا العام اللي فات ضد اي فريق كيلعب ضده ليفار. كذلك بالنسبه لجمهور تطوان فرحه عارمه بحال داو شي تيتر. تخيلوا هادشي كامل من اجل عيون الرجاء. عليها بقيتو 2 بطولات يتيمين. بالعوده مجريات اللقاء ليفار دخلت بالفريق الرديف تقريبا نظرا لضعف المنافس. التخوف اللي كان عندي هما بن حليب وطومي سونغ. مازال اللاعب بوتسواني سجل 2 الاهداف ولكن بن حليب راه بزاف داك السيد راه مقتول. الماتش لعبناه بلا حريمات وزحزوح لي موكلي ديال الجيش الملكي. فرصه باش نشوفوا جاهزيه اللاعبين ديال الاحتياط. الدراك دار ماتش لا باس به وعلى حسب ما سمعنا غيمشي لطنجة في ميركاتو، مي واش على سبيل الاعاره او غيبيعوه. حمودان تعطاتو شاره العماده. نقدر نقول لكم دار ماتش مزيان. ايتور خان هو المدرسه فرحت ملي تعطاتو الشرويطه حيت داك السيد يستاهل وضرب تماره ديال بصح باش يوصل ايكيب ا. بالنسبه لبوخريس كنت خايف يتقداه وايو حيت جا في جهته لاعب سريع وكيجيد الاختراق والله يديك علينا بوخريس. بالنسبه لانس باش فتبارك الله كونديسيون فيزيك ما نخافش عليه مو قاتل. كنتخيل كنت تحسب لي داك البيت يعني قليل فاش كتشوف بحال هاد البيوت في البطوله. جربها يبقى غير كيشوف فيها واصلا كيحتاجوا بحال هاد النوعيه ديال اللاعبين اللي عندهم تير مزيان. على العموم اهم حاجه هي 3 بوين وهيبرت فيرود وداك المساعد ديالو بنواحي يعطيونا باتساع. الاداره خاصها تفهم باللي هاد الرباحات راه غير مجهود اللاعبين ماشي المدرب باش نكونوا واضحين. مؤخرا ليفار رفعت شكايه على موكوينا بسبب التصريحات ديالو، لكن من بعد مرور ديال ايتمنى في راديو مارس سرعان ما ليفار سحبات الشكايه ديالها. ما غنساوش بلي ايتمنى ملي كان رئيس الشباب المحمديه قال لنا بلي التيران راه ديالكم، وصراحه عنده مواقف كثيره كيحترم فيها الفريق العسكري. مي هاد التصريح الاخير ديالو خديته من واحد المنظور اخر ملي قال بلي ليفار تسرقت منا البطوله العام اللي فات. كيفاش المسؤولين ديال ليفار رفعوا شكايه على الحجره ديال موكوينا في حين ما قدروش يرفعوا شكايه على سرقه البطوله؟ ان شاء الله.